ساينس حبايبي الحلوين جريد 4. اوكي، تعالوا نكمل يا شباب اللي احنا خدناه المره اللي فاتت adaptation الكونسبت الاولاني. المره دي بقى يا شباب هناخد two types of adaptation، انواع الادابتيشن. ممكن اوقات كتيره يا شباب بدل كلمه types اقول لك kinds انواع، اقول لك يا شباب forms اشكال، اقول لك example of adaptation. اوكي، تعال بقى كده نكمل. التايبس اوف ادابتيشن عندي كام يا شباب؟ عندي نوعين: structural adaptation اللي اوقات كتير بنقول عليه physical adaptation، والنوع التاني يا شباب second type behavioral adaptation. اوكي، طيب الديفينيشن، انا محتاج الديفينيشن بالاكزامبل، وافهموا معايا الموضوع سهل وبسيط جدا 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 يا شباب. بصوا، a change in the structure of the animal's body to adapt its environment. يعني بيحصل structure هو اللي بيحصل له change. هنا البيهيفير a change in the behavior of the animal. هنا بقى يا شباب بص في البيهيفير a change في البيهيفير في السلوك بتاع الانيمال، يبقى هنا structure هنا behavior. هنا structure يعني في التركيب، هنا behavior في السلوك بتاع الانيمال to adapt its environment عشان يقدر يكيف مع مين؟ مع environment البيئة. يبقى التايبس بتاع adaptation نوعين: structural adaptation و behavioral adaptation. لازم افهم الديفينيشن واحط الاكزامبل يا شباب. ايه بقى؟ ذا البلاد فيسل ان ذا بنجوين فيت. لو انتوا فاكرين الفيديو اللي فات وقعدنا نتكلم عن البنجوين وشرحنا البلاد فيسلز، دي حاجات يا شباب ايه؟ ستراكشر، حاجات جوه، صح؟ يبقى دي اسمها ايه؟ structural adaptation. اوكي، الحاجه الثانيه sick fear of the polar bear. الفرو يا شباب اللي موجود في البولار بير، ده structure، ده في تركيبه، يبقى بنسميه ايه؟ structural adaptation. طيب بص يا شباب، كل الاكزامبل اللي انا قلتها دي عباره عن ايه؟ structure adaptation. طب تعالى بقى ايه في البيهيفير. هنا بقى ايه؟ ان الديزرت ليزرد، فاكرين الليزرد اللي احنا قلناها في الفيديو اللي فات يا شباب؟ اللي عايشه في الديزرت بتعمل ايه يا شباب؟ look for the shadow in the ايه؟ hot sun. يعني بتدور على مكان شادو، اهو دي حاجه activity، يبقى ده behavior. migration of some animal اللي هي الكائنات او الحيوانات يا شباب. اوقات كتير البيرد اللي هي الهجره، migration يعني هجره يا شباب. اوكي، يبقى انا عندي يا شباب الادابتيشن له تو تايبس: structural adaptation و behavioral adaptation. هنا يا شباب ببساطه انت لما تيجي تحفظ التو ديفينيشن، هنا تلاقي كلمه structure بدلها كلمه ايه؟ behavior. بس كده وبعد كده تحفظ ايه؟ الاكزامبل. يبقى كده الايه؟ سهل قوي يا شباب. خلي بالكم بقى نبدا نتكلم على الستراكشر ادابتيشن والبيهيفير ادابتيشن في الاكزامبل بقى الثاني. اوكي، بصوا كده، هنبدا ناخد اكزامبل يا شباب اسمه الفينيك فوكس. فينيك فوكس ده بيعيش فين يا شباب؟ هوت ديزرت. هوت ديزرت اهو. لو سمحتوا يا شباب بصوا على البيكتشر بتاعته كويس قوي قوي قوي. ادي الفينيك فوكس، بصوا الشكل بتاعه عامل ازاي، بصوا عامل ازاي اهو. ادي ايمج تاني، وادي بيكتشر تالته. خلي بالكم من الشيب بتاعه يا شباب. تعالوا نشوف الادابتيشن بتاعه عامل ازاي. تعالوا كده نشوف يا شباب الاستراكشر ادابتيشن. بصوا استراكشر التركيب بتاعه ايه بقى؟ تان كولرد كوت او ساند فير. فرو بني دي يا شباب؟ لا دي ترجمه غلط، هو فرو لونه ايه؟ ساندي، يعني لونه ايه؟ يلو. ماشي شباب؟ طيب بما انه عايش في الهوت ديزرت، يبقى لازم يا شباب الساند فير، خلي بالكم يبقى ليه ساند فير. طب بص بقى، ليه بقى يا شباب؟ ان ممكن اوقات كتيره يجي لي جيف ريزون ليه الفينيك فوكس عنده تان كولرد كوت. اهو بص اقول ايه؟ تو هيد اند بروتكت، عشان استخبى يا شباب، اند بروتكت يحمي نفسه فروم هوت سان. تمام. حاجه بقى التانيه، لو انتوا يعني عندكم قوه ملاحظه كده، بصيتوا على الاير بتاعته هتلاقوها يا شباب ايه؟ اكسترا لارج ايرز. الودن بتاعته طويله يا شباب اهي. بص عامل ازاي. ليه كده بقى؟ بص، to lose heat، يفقد الهيت يا مستر، to cool its body. ودي ميزه فيها يا شباب، كل ده ستراكشر اهو، دي شكل الاير بتاعته اكسترا لارج كبيره، يبقى ده ستراكشر. ليه يا شباب؟ قلنا تو لوز يفقد الهيت
to cool its body عشان يبدأ يبرد جسمه. في حاجة تاني to allow good hearing for hunts. بصوا يا شباب، كل ما كانت الاير بتاعته كبيرة كل ما يبقى عنده excellent hearing، يسمع كويس قوي 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 يا شباب. تمام، ويقدر يصطاد فيعرف البراي بتاعت الفريسة فين. تمام، يبقى خلي بالكم. طب يا ترى بقى يا مستر ده structural ولا behavior؟ طبعا structure يا شباب. اوكي طيب، تعال بقى البيهيفير بتاعته. قال لك it pants like dog. يعني ايه pants؟ يلهث. عارفين الكلب يقعد يعمل كده؟ طب قد ايه بقى يا شباب؟ 700 بريس بير مينيت. 700 يا مستر في الدقيقة الواحدة. يا لهوي، ليه كده يا شباب؟ بصوا خلي بالكم، to cool its body عشان يبرد الجسم. دي حاجة طبيعية في اي، يبقى دي activity. activity يعني دي behavior، يبقى behavior adaptation. صح، تكيف سلوكي. سهلة؟ تمام. قال لك it lives in browse. بيعيش في جحور يا شباب. ليه؟ هو عايش في الديزرت فبيدور على حاجة ايه؟ تبقى ايه؟ cool. يبقى to stay، خلي بالك to stay cool in sunny days. to stay cool in sunny days عشان يخلي جسمه بارد في بالذات في الايام ايه؟ الحر قوي. انتوا عارفين الديزرت وبالذات في السمر سيزون very very hot. اوكي، بص بقى يا شباب، بما انه عايش في الديزرت فما عندوش فود كفايه، فاي فود قدامه ياكله، مش هيقعد ينقي زي حضراتنا. صح يا شباب؟ مش بيحصل كده مع ماما؟ طيب، يبقى it eats different kind of food. بياكل انواع كتير جدا. ممكن ياكل ايه يا شباب؟ ياكل انسكت، حشرات، الموجود المتاح دلوقتي. الفروتس، اذا لقى فروتس يبقى بركه. بلانت، روتس يعني جذور نباتات. وبراي ريمين، اي بقايا مستر او بقايا. بري ريمين يعني بقايا في فريسه. يعني لو مثلا في اللاين كان اكل حاجه وساب حاجه، هو بيقعد ياكل ايه؟ البقايا بتاعته. كده يا شباب تمام. بصوا اهو، اي حاجه تيجي قدامه. ما كل ده بيهيفير يا شباب، بيهيفير ادابتيشن. بصوا ليه بقى يا شباب؟ خلي بالكم، كل حاجه ممكن الحاجات دي تيجي جيف ريزون، وقلت لكم انا دايما الجيف ريزون اجاوبه بكلمه ايه؟ because. او because it's hard to find food in the desert. عشان هو صعب جدا يلاقي الاكل فين يا شباب؟ في الديزرت. يبقى خلي بالكم تاني، ولو سمحتوا نركز، انا هعيدها تاني بسرعه. الفانيك فوكس انا عنده structure adaptation وbehavior adaptation. structure عنده 10 colored to hit and protect from the hot sun. عنده extra large ears to lose heat to cool its body to allow good hearing for hunts. اوكي، عنده behavior adaptation انه it pants like a dog. وقلنا قد ايه يا شباب؟ 700 per minute في الدقيقه الواحده to cool its body عشان يبرد جسمه. it live in the process ليه يا شباب؟ to stay cool in the sunny day. وفي نفس الوقت it eat different kinds of the food. بياكل اي حاجه وانواع مختلفه زي الانسكت والفروتس والبلانت روتس and prey remain because it is hard to find الفود in desert. لو سمحت احفظوا الحاجه بالجيف ريزون بتاعتها. اوكي يا شباب، ناخد اكزامبل تاني. في بقى يا شباب في ارتيتك فوكس. بص بقى، قالك فين يا شباب؟ live in tundra اللي هي cold desert. وركزوا، بص المنظر بتاعه. لو سمحتوا لازم افهم واركز في البيكتشر بتاعته. ايه ده؟ ان ممكن يجيب لي البيكتشر ده يقول لي ده اسمه ايه؟ ارتيتك فوكس. ارتيتك ايه؟ فوكس. وفي ايس اهو. ايه ده؟ ايه اللي جاب البولار بير هنا؟ عشان الخبطكم يا شباب. اوكي، عشان الخبطكم. اوكي، خلي بالك ده هنا انا حطيته علشان اشوفك انت مركز ولا لا. اوكي، تعال نشوف الاستراكشر behavior adaptation. الاستراكشرال والbehavior adaptation. الاستراكشر adaptation it has thick fair coat. الفرو بتاعه يا شباب كتير وكثيف جدا، كتير 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 كتير. ليه؟ to help it stay warm عشان يخلي جسمه دافي. ما هو عايش فين؟ عايش في اريا كلها ايه؟ very cold، كلها ايس، كلها سنو. يبقى يا مستر الفر بتاعه لازم يبقى ايه؟ thick. الفرو بتاعه يبقى ايه؟ thick يعني سميك او كثيف. to help it stay warm. الحاجة التانية it has white fur in the winter brown in the summer. خلي بالك دي بقى، في الوينتر يا شباب الفر بتاعه يبقى لونه وايت، لكن في السمر سيزون يبدأ الفر بتاعه يتغير بيبقى لونه براون. ودي حاجة غريبة قوي. طب لو جالي السؤال give reason to hide from prey in any season، عشان يقدر يستخبى من الفريسة بتاعته اللي عايز ياكلها في اي بقى سمر سيزون ولا الوينتر،
مش هتفرق انه بيعمل ايه يا مستر. لو انتوا فاكرين كده بيعمل حاجه اسمها كيموفلاج، بيستخبى، بناخد نفس القرار بتاع مين؟ الاريا اللي هو عايش فيها. اوكي يا شباب؟ سهله؟ سهله يا مستر. بص المنظر اهو. يبقى في السمر سيزون لونه براون، اتغير تماما يا مستر، ده بقى حاجه تانية. لكن يا شباب في الوينتر بصوا لونه ايه؟ وايت. ركزوا يا شباب، بص اهو، واضح هنا اكتر كمان اهو. بصوا، يبقى دايما حط البيكتشر قدامك هتفهم. ولو جالك اي سؤال كومبليت او تشوز او رايت اور رونج او حتى جيف ريزون هتعرف تجاوب. تمام؟ طيب انا كده خدت ايه يا شباب؟ الاستراكشر ادابتيشن. لسه يا مس. it has short ear and legs. بص نرجع الصوره تاني. بص الاير بتاعته ايه؟ قصيره شويه، وفي نفس الوقت الليج برضو شورت. تمام؟ ليه يا شباب؟ to help it to stay warm، يبقى دفى شويه، وفي نفس الوقت to strengthen the sense of the hearing for hunting. على فكره ان كل الحاجات يا مستر الودان اوقات كتير تبقى سترين قويه عشان يقدر ايه؟ هيرنج برضه، يسمع كويس وتلاقيه مركز. تمام؟ ايه ده؟ التاني الفينيك فوكس كانت الاير بتاعته ايه؟ لارج. تمام؟ هي نفس الفكره، نفس الفانكشن يا شباب. اوكي؟ البيهيفير ادابتيشن قال لك it lives in process، نفس الفكره. ليه؟ to stay warm at night. ايه؟ عشان يفضل متدفي يا شباب. اوكي؟ نفس الحركه بتاع الفينيك فوكس. it eat different kind of food، بياكل اي حاجه، الانسكت والفروتس والبلانت روتس والبري ريمينز. بصوا ايه؟ because it's hard to find food in snow، عشان صعب جدا ممكن يلاقي اكل في الصحراء، سوري في التلج، فبياكل اي حاجه، الانسكت، الفود، الفروتس، البلانت ريمين، البري ريمين، اي حاجه تيجي قدامه ممكن ايه؟ ياكلها. تعالوا كده ناخد اكزامبل تاني، بس المره دي بقى عايش في الووتر، اللي هي البول شارك. البول شارك يا شباب live in fresh and salty water. live in fresh and salty water. بص المنظر بتاعه، بص البيكتشر بتاعته لو سمحتوا ركزوا قوي قوي قوي. تاني اسمه ايه؟ بول شارك. بول شارك ليف ان فريش، بيعيش في الميه العذبه، اند سولتي ووتر، الميه المالحه. تمام؟ طيب تعالى يا شباب كده الاستراكشرال ادابتيشن. قال لك it has dark. ليه يا شباب؟ الدارك بتاعه يا شباب بيعمل حاجه مهمه جدا. لو انا عندي اي انيمال او فيش swimming above it not see it، ما تقدرش تشوفه. تمام؟ يعني تبص تحتيها كده تلاقي ايه؟ دارك، لكن هو اصلا ده ايه؟ ده الظهر بتاع مين؟ بتاع البول شارك. اوكي؟ فيقدر ايه يا شباب؟ ايت ات، ياكلها. تمام؟ الحاجه بقى الثانيه it has white bill. البطن بتاعته يا شباب لونها وايت. لو انتوا افتكرتوا بس الصوره اللي قبل كده، قال لك ان الانيمالز swimming under it برضه not see it. ايه ده؟ يعني الظهر بتاعه دارك والمستر البيل بتاعته وايت. ليه بقى؟ عشان يقدر يا شباب يعمل كيموفلاج، فلو في حاجه فوقيه كان نوت سي ات، ولو في حاجه تحتيه برضو كان ايه؟ تبص فوق كده تلاقي وايت، فما تقدرش ايه؟ تشوف كويس. ليه بقى يا شباب؟ قال لك it can sneak up on the prey using counter shading. بتبدا البول شارك يستخدم استراتيجيه اسمها كاونتر شادنج، اللي هي التخفي بقى. it can sneak up on the prey، يقدر ينقض على الفريسة بتاعته يا شباب. كل ده يا شباب ايه؟ structural adaptation. اوكي؟ طيب تعالى بقى تاني حاجة تاني. قال لك it has sharp teeth. ده شارك يا مستر، يبقى التيس بتاعته عاملة ايه؟ sharp، حادة يا شباب. help it sneak up، ينقض على الفريسة. up praise and tear، يمزق their flesh، ويمزق اللحم بتاعها يا شباب. عشان كده اي شارك عنده شارب تيس، السنان بتاعته حاده جدا جدا جدا. اوكي يا شباب؟ بصوا ادي، بصوا المنظر عامل ازاي. انا خفت اصلا يعني. بصوا خفت من البيكتشر، فما بالك بقى الناس اللي ايه؟ بتمشي وتعوم الكلام ده كله، لو شافت الشارك ايه اللي يحصل لها اصلا؟ منظر صعب صح؟ بصوا الشارب تيس عامله ازاي. تمام؟ تنسوش البيكتشر دي مهمه جدا يا شباب، عشان فيها اسئله كتير جدا بيجيب البيكتشر ويقول لك حط لي يا شباب ايه؟ يا ترى ده النيم بتاعه ايه؟ ده بلو شارك. طب يا ترى لما يتكلم على التيس يبقى ده ايه؟ حاجه جوه في تركيب الستراكشر، يبقى ده ستراكشر ادابتيشن. اوكي؟ تمام.
البيهيفير بقى adaptation. البيهيفير adaptation it can hunt in the salt and fresh water. هنا بقى يا شباب بما انه يقدر يعيش في الفريش ووتر ويعيش في سولت ووتر فيقدر يعمل hunt، يصطاد يا شباب. it feed on different types of the food. يقدر ياكل اي نوع من انواع الاكل، اي حاجه قدامه ياكلها. الحاجه بقى التانية it hunts in the day and the night. يقدر يصطاد يا شباب فين؟ بالليل والنهار. اوكي، وبالتالي ان البري الفريسه بتاعته كان نوت بريدكت، ما تقدرش تتوقع هاند تايم، يا ترى ده هيصطاد امتى، هياكلني بالصبح ولا بالليل، هي ما تعرفش ليه. انه يا شباب يعمل ايه؟ it hunt in the day and the night. بيصطاد امتى؟ بالليل وبالنهار. اوكي، كل ده behavior يا شباب. طبعا behavior يا مستر. طيب في حاجه تانية يا مستر، في حاجه اسمها بانسر كاميليون. بانسر كاميليون دي بقى يا شباب بتعيش ليف ان تروبيكال رين فورست، بتعيش في الغابات الاستوائيه. بصوا المنظر بتاعها جميل على فكره قوي. بصوا ركزوا قوي في البيكتشر دي، خلي بالكوا وركزوا لو سمحتوا ثانيه ثانيتين، ما تنسوش ابدا البيكتشرز دي، وانا متعمد ان انا احطها لكم عشان ايه؟ ما تنسوش المنظر بتاعها. بص بقى تعال نشوف الاستراكشر ادابتيشن والبيهيفير ادابتيشن. الاستراكشر ادابتيشن يا شباب قال لك بص it has bright colored scale. بصوا عاده تاني اهي، بصوا المنظر، بصوا في color scale اهي، بصوا المنظر بتاعها color يا شباب، صح اهي، يبقى it has brightly colored scale. تمام اهي، ده المنظر اهو جبته لكم. ليه يا شباب؟ to camouflage with the surrounding environment. تعمل كيموفلاج. تمام، ولما تعمل كوموفلاج اي بري يا شباب مش هتقدر ايه تتعرف عليه، فتقدر تعمل ايه؟ هاتنج، تصطادها يا شباب. اوكي، بص بقى وركز في دي قوي قوي قوي. الايز بتاعتها موف ان اوبوزيت دايركشنز. العين بتاعتها يا شباب تتحرك في ديفرنت اوبوزيت دايركشن، في اتجاهات معاكسه. بصوا خلي بالكم بقى، هي لها تو ايز. وان اي يا شباب عين منهم سيرش ذا فود. تخيل بقى كده، يعني عين واحدة من الاتنين بتوعها سيرش ذا فود، بتدور على الفود. طب والتانية افويد دينجر، يعني عين بتدور على الاكل والعين التانية بتشوف اذا كان في خطر ولا لا. سهلة؟ تاني، يبقى الايز بتاعتها موف ان اوبوزيت دايركشن، يعني عين تبص يمين العين التانية تبص شمال. تخيلوا ليه بقى؟ one eye search الفود and the other eye it avoid danger. واحدة بتبحث عن الاكل بتاعها والتانية بتعمل ايه؟ افويد ايه؟ دينجر. كل ده ايه يا شباب؟ ستراكشر ادابتيشن. بص بقى المنظر، it has very long sticky tongue. لسانها طويل ولزق اهو يا شباب. بصوا التونج بتاعها لسانها طويل ازاي؟ ليه يا شباب؟ to hunt insect for feeding، عشان تقدر ايه يا شباب؟ تصطاد الحشرات حتى لو كانت بعيدة عنها. بصوا عامل المنظر ازاي؟ اهو ستيكي بتلزق، التونج بتاعها بيلزق يا شباب. الحاجة بقى التانية، بص الفيد بتاعها it has V-shaped feet and tail like a hand. بصوا التيل بتاعها يا شباب، بص عامل ايه؟ شكل ايه؟ حرف ايه؟ V. طب والهاند بتاعتها برضو في الفيد سوري، بصوا حرف ال V اهو. ليه بقى يا شباب؟ to hold tightly the branches of the tree، عشان تقدر تمسك الشجر كويس قوي او فروع الشجر كويس قوي. بص حرف ايه؟ ما تنسوش ده يا شباب، حرف الفي بيجي كتير جدا، خلي بالكم. يبقى انا كل الاكزامبل اللي انا قلتها دي عباره عن ايه؟ structure او physical structure adaptation او physical adaptation. طب تعالى بقى بالبيهيفير. بص بقى بتعمل ايه؟ البيهيفير adaptation it doesn't have teeth or claw for defense. هي ما عندهاش يا شباب اسنان او مخالب كده عشان تدافع نفسها. تمام؟ افرض بقى جالها يا شباب tracks to scare to enemies. it tracks تعمل حاجه غريبه جدا. to scare دي تخوف الانيميز بتاعتها. بص تعمل ايه؟ 3 حاجات لو سمحتوا خلي بالكم منها قوي. it puffs up the body with air. تنفخ جسمها. puffs up it is body with air. number 2 opening it is a mouth wide. تفتح بقها فتحه كبيره قوي. number 3 it change scale color. تاني puffs up it is a body, it's open it is a mouth wide,
it change scales color. شايفين كل الحاجات دي يا شباب مين اللي بتعملها دي؟ بانسر كاميليون. بانسر كاميليون. اوكي اهي المنظره تاني عشان ما تنساهاش. بصوا اهي ده المنظر بتاعها يا شباب. يبقى البيهيفير هي ما عندهاش تيس ولا كلاوي يا شباب عشان تقدر تعمل ديفense، بتدافع عن نفسها. طب تعمل ايه بقى؟ scare it is their enemy او frighten their enemy، بتخوف الاعداء بتاعتها ازاي؟ تاني نقولهم تاني. puffs up it is the body with air، يعني بتنفخ جسمها بالهواء. الحاجه التانيه opening it is the mouth wide. كده يا شباب احنا خلصنا